الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi saya hadir untuk memperkenalkan adik saya Muhammad Iksan yang bersekolah di Tahfiz Al-Quran Anas bin Malik yang berada di wilayah Aceh Besar. Jadi sekarang saya akan murajaah adik saya dua surah, yaitu An-Naba dan An-Nazi'at. Jadi ayo teman-teman kita dengarkan bacaan Muhammad Iksan. Ayo Muhammad Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لغوا ولا بردا ولا شرابا إلا حميما وساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا ولن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ini Muhammad Isa udah membaca surah An-Naba. Selanjutnya kita mendengarkan surah An-Nazi'at ya teman-teman. Ayo Muhammad Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta
فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لفي الحافرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul Azim. Jadi sampai sini teman-teman videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman di Majidah Channel. Assalamualaikum.